عملية للأنف تنهي حياة شابة عراقية وعائلتها تؤكد أن سبب وفاتها هو خطأ طبي. الفتاة من مواليد 1998 أي بعمر 27 عاما توجهت إلى أحد المستشفيات الأهلية بمدينة بعقوبة في ديالى لإجراء عملية تجميل الأنف. الغريب أن الطبيبة التي فحصتها قبل موعد إجراء العملية بساعات ذكرت أنه لا يمكن إجراء العملية، لكن مع هذا المستشفى أدخلتها لغرفة العمليات وحدث ما حدث. نطالب التشريح بالقانون العدل واللي يرضي به الله ورسوله. سيدنا مو عاد قلب البنيه كل شيء ما بها، مواد 98 مره شيء، وبعد هي احنا حسينا بها ميته، لان هم احنا نذكر المستشفى بنيه مثل الذهب والله كل شيء ما بيها، اخذوها وودوها موتوها اياها عيون انتم. بحسب ذويها بعد إجراء عملية تجميل للأنف في إحدى المستشفيات الأهلية. اليوم بحسب ذوي الضحية يؤكدون على أن الدكتور الفحص قبل العملية أكد على أنه دقات القلب منخفضة وما تصلح للعملية، ولديهم تقرير بحسب